السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمد من حكاوي في أمريكا وحلقة جديدة. والنهاردة هنروح فين؟ بيست باي. بصوا بقى على الحظ، قاعدين بيظبطوا اليافطة بتاعة البيست باي. بصوا اتفرجوا بقى يا جماعة، شوفوا هنا اللعب والناس قاعدين محترفين قد إيه، غيروا الساينات والبتاع. الراجل طالع على البتاع أهو، وبصوا العربية بتيجي خلاص وتقفل بالإقماع ومحدش يعدي اهو كده. خلاص هم قفلوا كده الحته ديت، مفيش عربيات تعدي علشان محدش يعمل له حاجه ولا يحصل له حاجه اهو. الواد التاني واقف تحت، والتاني فوق قاعد بيقطع بالكتر ويظبط الايه السايد. طيب خلينا بقى عشان ما اخدش وقت اكتر من وقتكم. خلينا ندخل على بيست باي ونتفرج عندهم ايه، ونتفرج على الحاجات الجميله والشغل العالي. ايوه يلا بقى نشوف الشغل العالي اهو. دخلنا بيست باي، بسم الله الرحمن الرحيم. دخلنا بقى اول لما بندخل بقى هنا يا جماعه البيست باي، بتبص بتلاقوا في الاول الايلز كلها هنا اهوت. واول حاجه بتستقبلكم التليفونات. طبعا التليفونات هنا كلها اللي موجوده هنا كلها مع شركات تليفون معروفه، يعني انت بتاخدها عن طريق شركه تليفون. يعني التليفون مش مفتوح، التليفون بتاخده مع شركة تليفون بالقسط. يعني مثلا لو في اي تي ان تي فبيجي يدولك تبع اي تي ان تي. طب انا بقى لو عايز اجيب ايفون مثلا اعمل ايه؟ لا، عايز تجيب ايفون مفتوح تحط فيه اي شبكة او اي شركة تعجبك، انت بتروح فين بقى يا باشا؟ بتروح عند ابل، ابل ستور المعتمد بتاعهم. يعني ابل المحل بتاعهم اوريدي مش معتمد ولا حاجه، لان هو بيبقى بتاعهم. وتروح تشتريه من هناك وتاخد التليفون تشغله في امريكا بقى، تشغله في الحته اللي انت عايزها على السيم كارد او على الشركه اللي انت عايزها. عايز تاخده اوفرسيز ممكن تاخده اوفرسيز وتشغله على الشركه اللي انت حاببها. لكن هنا الحاجات دي كلها مع شركات. طيب هنيجي نبص ان هو مثلا ديت الساعه بتاعت ابل ب $30 مانث لغايه 12 مانث. ديت عاملين عليها كليرنس يا جماعه. دي اني ابل واتش ديت السيريس 10. اقرب لكم منها اكتر اهيت. ممكن انتوا بقى تبقوا توقفوا وتتفرجوا، انا مش هقرا. انتوا بقى ايه، ممكن توقفوا السكرين وتتفرجوا براحتكم ماشي. يعني مش كل حاجه بقى هقعد احاول اهوت. انا هفرجكم على الساعه وافرجكم على السعر وانتوا ايه توقفوا. يعني المهم احنا نتفرج على المنتجات اللي موجوده. وفي كمان طبعا بقى الابل بوكسز. انا على فكره لغايه دلوقتي ما شفتش، تخيلوا الابل ال 17 الجديد. خلينا نروح نبص عليه اهوت. عم الاورنج السخيف اهو، ودي السعر بتاعه ب $1200 زائد التاكسز. اما نشوف بقى يعني شغال، مش زي ما بيقولوا عليه قوي وحش وبتاع وكده. ماشي الحال يعني، مش بطال. without yeah I'm doing fine thank you. ده 17 برضو اهوت البلو. حلو حلو والله، بس مقفلين عليه جامد يعني. شغال اوكي. ودوت لون تاني لافندر، بس ده مش برو ماكس اهو. انا هوقف وانتوا تشوفوا ايفون 17، انتوا تشوفوا كل التفاصيل. بصوا يا جماعه اهو، شايفين ده مع فرايزن اي تي ان تي. لو انت هتاخدوا فرايزن او اي تي ان تي، كل واحد هتلاقي فرايزن اي تي ان تي، فرايزن اي تي ان تي. يعني انت لو هتاخده تبع الشركه دي او تبع الشركه دي. طب يا جماعه انا عايز اخده لوحده، لا مش هنا يا حبيبي. عايز تاخده لوحده ده مش هنا. تروح بقى تاخده منين؟ تاخده من الابل ستور. هنروح الابل ستور ونعمل حلقه فيه محترمه على الابل ستور ده. الساعات، لا الساعات مش لازم تبقى شركه، لان هي دي معمول عليها كليرنس ايه ب 364. انا وقفت لكم عندها قبل كده. طب دوت بالنسبه للايه، بالنسبه للابل. تحبوا تتفرجوا على ايه بقى؟ تتفرجوا على الجوجل بيكسل مثلا. ادي جوجل بيكسل اهوت. وفي نوكيا اهو ظهر تاني والله كويس قوي. البلو جوجل. طبعا جوجل انا ما اعرفش جوجل ده بيشتغل تبع ايه الحقيقه. $1000 والله مش رخيص اهو. حلو مش وحش.
وده ب $1200 جوجل بيكسل 10 برو اكس ال. alright. وده ايه ده موتورولا. بصوا بقى الموتورولا الجديد ده حلو. الموتورولا ده الريزر الترا. والله زمان يا موتورولا اهو. ده اسمه فليب فون. والله جامد، والشاشة بتاعته جامدة قوي يا جماعة. التليفون ده جامد، التليفون الموتورولا ده جامد. والشاشة اللي بره لا ده جميل ده بصراحة. انا ما اعرفش طبعا ايفون عامل هوس للناس انا كمان بجيب ايفون الحقيقة، بس هو انا بجيب الابل علشان الريسيل فاليو بتاعه كويس. اكتر من كده انا ما بطقهوش، لان بحس ان هم بيضحكوا علينا. بصوا يا جماعة ده جامد ازاي. ده ب $1100 الموتورولا دوت اهو. خليني اصور لكم واهوت اهو، وانتوا وقفوا واتفرجوا. والله يا جماعة $600 رائع الريزر ده، مش معقولة unbelievable يعني بصراحة. جميل قوي، والشاشة جميلة قوي قوي قوي. ايه الروعة دي، ايه الجمال ده. لا 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 جامد 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 جامد. لا نشوف بقى الريزر. لا ده انا هصور لكم معلش بقى بالعرض، وهرجع تاني بعديها نعدلها. ماشي اهو، ناخد صورة بس. حط لكم الصورة في الكومنتس، خشوا على الكومنتس شوفوها يا جماعة، هتلاقوا فيها حاجات سوري البوستس. طب ده ايه ده بقى. ده البلو برضو جوجل، ودوت الموتورولا برضو اهو. ده الموتورولا الكبير. يا دلع يا دلع يا دلع يا دلع يا دلع يا دلع. $400 يا جماعة. بصوا عامل ازاي. لا تقول لي ايفون بقى ولا بتاع، تليفون رائع. $300 يعني 15,000 جنيه. بس ده 399 يعني $400، 20,000 جنيه. معرفش الاسعار التليفونات ايه في مصر، بس ده $250 موتورولا. شكله حلو برضو قوي اهو، جامد قوي. دي الموتورولات اول مره كنت اشوفها، جامده جدا جدا. الجالاكسي A36 اهوت. و ده ايه ده مش عارف، بس انا وقفت لكم على انتوا وقفوا واتفرجوا اوكي يعني. روعة بصراحة. طيب ماشي. التليفونات الموتورولا دي انا ما كنتش متخيل ان هي بالجمال ده. جوجل عاملة ساعات كمان، جوجل بيكسل واتش. اوكي ديت انا اول مرة اشوفها برضه. انا زيكم على فكرة، اول مرة اشوف الحاجات ديت يعني، ما تستغربوش يعني. الناس هنا ما بتشتريش حاجة غير لما تكون محتاجاها، وبعدين ما بعديش يعني على بيست باي ولا سيركت سيتي غير لما اكون محتاج حاجة، وبعدين باجي اروح. ايه دي، ده حد شغل اغنية عربي دي ولا ايه؟ وبعدين باجي اجيب الحاجة اللي انا عايزها وخلاص. ما بجيبش حاجة يعني، ما بقعدش الف. انا بس بلف على السكشنز عشان اصور لكم. ده سامسونج واتش ب $600 جالاكسي، شكلهم حلو قوي. وطبعا انا علشان بنزل مصر فما بجيش يعني، ما بجيبش تليفونات من هنا. بجيب منين بقى؟ بجيب من الابل ستور. اروح الابل ستور واجيب منه. هنا السماعات جات الباندز جوجل فيت بيت. ماشي وماله، مش هنختلف. طيب ماشي. عندنا ايه كمان؟ ديت التليفونات. شفنا الموتورولا وشفنا الايفون، شفنا السامسونج. في ايه في تاني في السامسونج ممكن نشوفه؟ السامسونج النوت صح؟ مش نوت، اسمه ايه؟ الجالاكسي الترا اس. ده ال 25 بس ده قديم. في 26 صح؟ ولا ده اخر حاجة؟ غالبا ده اخر حاجة. يبقى ال 26 هو اللي لسه نازل. يعني شكله كويس شبه الايفون. alright كويس. طيب ماشي، تعالوا بقى نكمل، نروح نشوف في ايه كمان نبص عليه. حاجات اضاءة، اكسسوارات. مش عايز اقول لكم بقى الاكسسوارات مولعة خلاص. بصوا
$20 وبتاع معرفش ايه. كل واحد يعمل براند في الصين ويجي يبيعه هنا بالشيء الفلاني يعني، وخلاص. بس طبعا بتبقى ستاندرد بتاعته عليه. الحاجات دي بتاعت الدور يا جماعة، الهوم سيكيورتي. ودي الداش كامز، دي اللي بتتحط في العربية على الداشبورد، كل الأشكال والأنواع. اوكي، ودي الأسعار. دول ان الحاجات بتاعت البيوت، الكاميرات اللي بتتحط على الباب اهو زي ما انتم شايفين كده. طب احنا عايزين نشوف بقى اللابتوب والحاجات وبتاع، سيبك بقى من الكلام دوت، ندخل في الحاجات اللطيفة. دي سماعات بتاعت امازون اليكسا. يلا بقى تعالوا بقى اللابتوبات. طبعا الناس كلها دول. ده ايه ده لينوفو ولا ده ايه ده؟ خلينا نشوف السكشن ده بتاع ايه. مايكروسوفت. ده بتاع مايكروسوفت اساسا. دي لابتوبات من مايكروسوفت، شكلها كويس. $900. لا احنا عايزين ابل يا باشا. او ده سامسونج. الناس الظاهر جينا نصار فمشيوا علشان مش عايزين يتصوروا او حاجه. وده بتاع الجيمنج ده بقى. لا ده انا هقف لكم اللينوفو جيمنج صح. لا اتفرجوا عليه ده عشان ايه، الشباب بتوع الجيمنج. بصوا ده ب 2900 اولموست $3000. بصوا السبيكس بتاعته اهي. بصوا اللابتوب، اضاءة بقى وشاشة وكاميرا وبابا وماما وكل اللي انتوا عايزينه، الناس بتوع الجيمنج. وده 1700 لينوفو برضو. لينوفو ده بصراحة لابتوب عظيم، انا بحب اللينوفو جدا جدا. ده الاتش بي، شاف عنده كتير. انا عارف طبعا ناس كتير جدا بتحب الاتش بي وليه محبينه. خليني بس اصور لكم الاسعار بتاعته وبعدين شوفوا ده اهو. لا بقى احنا عايزين وده السامسونج خلاص. دي السامسونجات اهي. يا جماعه اعملوا سبسكرايب ولايك للقناه واعملوا كومنتس. يعني شوفوا التصوير عجبكم مش عجبكم. الاسعار، في اسعار حاجه معينه عايزين تعملوا عليها شوبينج نلف عليها ونشوفها مع بعض. قصص ديت. انا معرفش فين الابل، مش لاقيه. كان المفروض السكشن بتاعه بيبقى هنا. خلينا نشوف سكشن ابل. فاليو لابتوبس. اللابتوبس ديت ممكن بيبقى عليها عروض او حاجه، اسعارها كويسه برضه. عايزين نشوف ابل رحتي فين يا ابل. طبعا يعني بقى يا جماعه بيست باي ده حل رائع، وعندهم الكريدت كارد بتاعهم. لو انت بيقلدوا ابل برضو، لو انت عندك الكريدت كارد بتاعهم تقدر تشتري بدون فوائد على حسب الحاجه اللي انت هتشتريها. ممكن توصل لغايه سنه بدون فوائد، يعني في حاجات عليها سنه بدون فوائد. كل دوت سامسونج. غريبه جدا ان انا مش لاقي ابل. طب خلينا نشوف الابل بقى. جبناه. عملوا لهم سيكشن لوحدهم، الموبايلات والساعات واللابتوبات والحاجات، وحطوهم رموهم في الاخر. معرفش ليه، فعلا مش عارف ليه. المكان بتاعهم كان في النص الاول، كان جميل جدا. المكان ده مش حلو، معرفناش نوصل له بسهوله. anyways ديت الساعه بتاعتهم هيت الاس اي. ماشي، وقفوا واتفرجوا انتوا براحتكم. كريكس 364 $365. والتليفونات تاني 17. ايوه ماشي. واللابتوبات يلا بقى نشوف. ده الديسكتوب سعره حلو قوي، بيبتدي من $1300. $1300 جميل جدا اللي هو الديسكتوب. اللابتوب اهو. يلا وقفوا وشوفوا. ده ايه ده بقى؟ ده البرايس لكل واحد فيهم.
اوكي. انا بحاول بقى اعدي بسرعة مش علشان ما اطولش عليكم لما نقعد نقرا وكده، ولكن ادي الموديل وادي السعر. وقفوا شوفوا، ادي الموديل اهو، وادي الاسعار اهي. ده البرو صح؟ ماك برو 14 انش مظبوط، 1500 و2000 1400. معلش هنعملها بالعرض واتفرجوا، وقفوا الصورة واتفرجوا على الأسعار وشوفوا السبيكس وشوفوا كل حاجة. دوت التابلتات اهي، ودي الأسعار. تابلت ودي السعر، تابلت ودي السعر بتاعه اهو. طيب ماشي، حلوة كده خلاص. خدنا ابل كمان، خدنا ابل وسامسونج ومايكروسوفت، بصينا عليه بسرعة. لينوفو اجمد الجامدين، لينوفو ده، لينوفو ده التحفة. بصوا على اسعاره يا جماعة، انا اهو اهو، وتشوفوا الموديل اهو والسعر برضو. اليوجا لابتوب عظيم عظيم، لابتوب رائع. ولقوا ايه، ميتال كده وفخامة وبيلف وتاتش سكرين اهو، حاجة جميلة جدا ما شاء الله. اللينوفو ده كمبيوتر عظيم، انا من محبي اللينوفو. كان عندي ابل وبعد كده جبت اللينوفو. بس طبعا الناس بتحب الابل سواء تليفونات او لابتوبات علشان الايديتنج والحاجات اللي احنا بنعملها دلوقتي. يعني لو اللينوفو عمل معايا حاجة، انا لسه ما بعملش الايديتنج قوي والحاجات ديت لسه مستجد، ولكن يعني لما نتطور ونبقى كويسين في الشغلانة ايمن نبقى ممكن نحاول يعني. ولو انها بتاخد وقت طويل جدا، يعني انا بعمل بالبروجرامز وبالحاجات اللي جاهزة دي وبتاخد وقت طويل، يعني بنحاول. فعشان كده السجستشنز بتاعتكم او المقترحات والاراء بتاعتكم هتبقى كويسة لما تقولوا لنا حاجات بتاعت العربية. يا سلام، ده من زمان قوي، من زمان جدا. فكرونا يعني بايه، بالذي مضى، الكاسيتات البايونير. بصوا يا جماعه، والله ده جميل جدا. ده ايه ده جاي من التسعينيات الكاسيت ده، ها. الناس القديمه بقى هم اللي يعرفوا، يعني الجداد ما شافوش غير الشاشات. ادي بقى الشاشات فاير تي في، محدش يسالني. والركه تاني ديت الحاجات اللي تدخل على النت بقى بيبقى فيها اشتراكات وكده يعني. هنعدي بسرعة على الشاشات نبص عليها، بس بصوا العرض بتاعها يا جماعة، بصوا حاطين الشاشة ازاي والكونسول، شغل عالي. انا مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، انا متهيألي كده كويس قوي. لو عجبتكم الحلقة ديت احنا ممكن نعمل جزء تاني ونلف بقى على الابلاينسز. بصوا الابلاينسز هناك، اللي عايزين تتفرجوا على الثلاجات والغسالات ونقف اكتر عند التلفزيونات نشوف الدنيا فيها ايه، ما عنديش مشكلة خالص. اوكي، ف يعني ما تنسوش لايك وشير، اهم حاجة السبسكريبشن للقناة. و يعني لو عندكم اي ملاحظات او اي حاجة اكتبوها، وما تنسوش تصلوا على النبي. وكان معاكم محمد حكاوي من امريكا، ونلتقي بكم فيديو قريب ان شاء الله. مع السلامة.